يستعد المدرب المغربي وليد الركراكي للإعلان في القريب العاجل عن لائحة المنتخب الوطني المغربي التي ستشارك في أضخم حدث إفريقي، ويتعلق الأمر بكأس إفريقيا التي ستحتضنها الكوت ديفوار خلال شهر يناير 13 يناير بين الفترة بين 13 يناير و 11 فبراير المقبلين. وستعرف اللائحة التي سيستدعيها لائحة اللاعبين التي سيستدعيها وليد الركراكي للخوض في المباريات الإعدادية وأيضا للتربص الإعدادي لهذه المنافسة الإفريقية بعد التعديلات. فستعرف اللائحة مغادرة مجموعة من اللاعبين، وخاصة من اللاعبين الذين شاركوا في الحدث العالمي الذي أقيم بقطر وهو كأس العالم 2022. بالإضافة إلى مغادرة بعض اللاعبين، سيكون هناك أيضا في المقابل استدعاء لاعبين من المنتخب الوطني الأولمبي ولأول مرة. فمن هؤلاء اللاعبون الذين سيغادرون المنتخب الوطني المغربي؟ مجموعة من اللاعبين سيتم الاستغناء عنهم، ويتعلق الأمر باللاعب مثلا اللاعب بدر بنون مثلا، فسيكون مرشحا لمغادرة المنتخب الوطني المغربي وعدم المشاركة في المنافسة الإفريقية. بالإضافة إلى بدر بنون هناك رضا التغناوتي الحارس الثالث الذي يلعب للمغرب الفاسي والذي لم يشارك لمدة مع النادي الفاسي، نادي المغرب الفاسي. وكما نعلم فوليد الركراكي يعتمد على قاعدة ومبدأ، وهي البقاء للأصلح، يعني البقاء لمن يشارك أكبر عدد من المباريات مع ناديه. بالإضافة إلى بدر بنون ورضا التغناوتي سيغادر أيضا أشرف داري، أنس الزروري ووليد شديرة. هؤلاء مرشحون لمغادرة المنتخب الوطني المغربي. وهناك مغادرة اضطرارية أو غياب اضطراري، وهو سيهم اللاعب زكريا بوخلال بسبب الإصابة، وتحوم الشكوك حول مشاركة الحارس العالمي حارس ياسين بونو بعد الإصابة التي تعرض لها، رغم التطمينات التي جاءتنا من مدرب الهلال السعودي خيسوس، والذي أكد على أن إصابة ياسين بونو لن تمنعه من المشاركة في المباريات القادمة. بالمقابل وليد الركراكي سيستدعي مجموعة من اللاعبين من المنتخب الوطني الأولمبي، ويتعلق الأمر بمجموعة من اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني المغربي في بعض المحافل الرياضية، وهناك من لم يشارك وسيشارك لأول مرة. فهناك تنسيق بين وليد الركراكي ومدرب المنتخب الأولمبي عصام الشرعي من أجل إقحام هؤلاء اللاعبين في الكأس الإفريقية. كذلك هناك رغبة قوية من هؤلاء اللاعبين للإبصام على الأداء جيد في كأس إفريقيا، أولا لأن هذه الكأس سيشاركون فيها لأول مرة، ثم لقيمة هذه الكأس الإفريقية، وأيضا الكأس الإفريقيا سيكون محطة إعدادية لمنافسة عالمية أخرى ستعقبها، وهي منافسة أولمبياد باريس. فمن هم هؤلاء اللاعبون؟ هؤلاء اللاعبين هم أمير ريتشاردسون، بنيامين بوشواري، أيوب العمراوي، شادي رياض لاعب ريال بيتيس الإسباني، وأسامة العزوزي، ونائل العناوي الذي سيستدعيه، وهو لاعب لانس الفرنسي الذي سيستدعيه للمنتخب الوطني الأول لأول مرة. وهناك لاعبين قد يستدعيهم أيضا بعدما غادروا المنتخب الوطني المغربي مؤقتا، ويتعلق الأمر بإلياس الشاعر الذي ينوي وليد الركراكي لإعادته إلى المنتخب الوطني المغربي، وأيضا لجبران يحيى جبران الذي سيعيده أيضا إلى المنتخب الوطني من أجل المشاركة في هذا الحدث الرياضي، بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي في قادم المنافسات القارية والدولية.